السلام عليكم جميعاً، الله يمسيكم بالخير يا رب. بدنا نحكي عن شيء جداً مهم بحياتنا، ودايماً أي إشي إحنا بدنا إياه وأي إشي حابين نوصل له في خطوة أولى لازم أمشي فيها. لكن عشان أقدر أمشي بالخطوة الأولى لازم أكون فاهم بعض الشغلات. لازم أكون فاهم، وإشي حكيناه إحنا بحلقة جبر الخواطر اللي هي علاقتك مع الله عز وجل، واليوم نرجع بنكرر إنه علاقتك مع الله عز وجل لازم تكون علاقة صحيحة. عشان أقدر أبدأ بأول خطوة لازم تكون علاقتي مع الله علاقة صحيحة. طب ليش لازم تكون علاقتي مع الله علاقة صحيحة؟ عشان أقدر أكسب رضا الله عز وجل. لما يكون الله تعالى راضي عني راح يعطيني التوفيق. فأنا أول إشي لازم تكون علاقتي مع الله عز وجل هي علاقة صحيحة عشان آخذ الرضا وعشان أكسب التوفيق. اليوم بعد ما حكينا عن علاقتي مع الله عز وجل لازم نيجي على الخطوة الثانية. لازم نكون فاهمين وعارفين بأنه طريق النجاح هو طريق صعب مش طريق سهل. طريق النجاح بحياته ما كان هو طريق معبد وهالورود وهالريحة الحلوة وهالإضاءة وفي واحد بآخر الشارع بيستناني وبيحكي لي يلا تفضل على النجاح. لا، لازم أكون عارف بأنه طريق النجاح هو طريق صعب مش طريق سهل. طريق النجاح مليء بالعثرات، مليء بالصعوبات. هذا الحكي أنا بعرف بأنك أنت عارفه، ولكن هل أنت مآمن فيه؟ هل أنت فاهمه؟ هل أنت مدركه؟ لازم أكون فاهم وعارف ومدرك بأنه طريق النجاح هو طريق صعب مش طريق سهل. والنجاح لما أحكي أنا عن النجاح أنا ما بحكي بس عن النجاح بالمال، لا، ولا بحكي عن النجاح فقط بموضوع ممكن الناس تحكي لك موضوع الشهرة. لا، اليوم النجاح ممكن يكون مع علاقتي الزوجية، ممكن يكون النجاح اليوم مع أمي وأبوي، ممكن يكون اليوم النجاح مع علاقتي مع ابني، ممكن يكون النجاح بدراستي، ممكن يكون النجاح بأي شيء، هدف أنا حاطه، بأي أمر أنا حاب إني أعمله. إذا أنا وصلت له معناته أنا حققت النجاح. فأي إشي أنا حاب أوصل له راح يكون في عندي الخطوة الأولى. فحكينا عن علاقتي مع الله عز وجل وإنه طريق النجاح هو طريق صعب. لازم بعد هيك أحط الهدف وأفهم وأعرف وأدور جوا حالي أنا بشو بعرف أبدع، أنا بشو بعرف أنجح، أنا بشو بعرف أنجز. كل إنسان الله عز وجل رزقه بموهبة، الله عز وجل أعطاك إبداع، أعطاك طاقة. فأنت بدك تدور بحالك أنا شو الطاقة، شو الإبداع، شو الإنجاز اللي أنا بعرف أسويه، وأحط الهدف. وبعد ما أحط الهدف بدي أروح على المرحلة الثانية، وأول إشي رح يخطر ببالي اللي هو الماضي. اليوم الماضي بدك تكون عارف بأنه الماضي مش إشي ببني عليه المستقبل. الماضي هو عبارة عن درس أنا بتعلم منه. اليوم الماضي لازم أكون فاهم بأنه الماضي غلط بأني أنا أبني عليه مستقبلي. ودائما نحكي لك بأنه لا تفسد المستقبل بأغلاط الماضي. ممكن أنا امبارح كنت رسبت مثلا بالتوجيهي، لكن بكرة أنا بقدر أنجح بالتوجيه. ممكن اليوم كانت علاقتي الزوجية علاقة غير صحيحة، علاقة فاشلة، لكن أنا بقدر أسويها علاقة ناجحة. فأنا بقول لك نصيحة بأنه افتح أوراق الماضي وتطلع عليها على إنها درس أنا بتعلم منه. بعد هيك راح أخسر ناس. راح تيجي تحكي ليش بدي أخسر ناس؟ راح تخسر ناس لأنه النجاح له أعداء، طريق النجاح له أعداء. وفي ناس هو ما بيحب ينجح، مش إنه هو ما فيش جواته طاقة وما فيش جواته إبداع وما فيش جواته لا، هو بيحب يضله نايم وما بديش أنجح وبديش حدا ينجح. أنت لازم تكون عارف أنا مع مين بقعد، اختار الناس الصح. أنا مين اللي بعطيني المحتوى، أنا مين اللي بعطيني الفكرة، أنا مين اللي قاعد ببث فيه الطاقة، وهل هي طاقة إيجابية ولا هي طاقة سلبية. لازم أختار الناس الصح اللي أنا أرافقهم بطريق النجاح. وتكون عارف بأنه كلام الناس هو عبارة عن رأي، مش هو عبارة عن الإشي اللي أنت فعلا عايشه. كلام الناس هو عبارة عن رأي بيعبر عما بداخلهم، مش بيعبر عن اللي أنا بداخلي أنا. كلام الناس مش حكينا لا بيقدم ولا بيأخر؟ كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. كلام الناس مش مهم، لأنه كلام الناس هو بيعبر عن اللي جواته مش بيعبر عن اللي جواتي. بعد هيك بدي أكون أنا جاهز للفرصة. من الصعب إنك أنت تغير العالم، لكن من السهل إني أنا أطور حالي، من السهل بإني أنا أكون إنسان ناجح، من السهل إني أنا أكون إنسان مبدع، من السهل بإني أنا أغير من حالي. ولما أنت تغير من حالك بيصير من السهل نغير العالم. من الصعوبة إني أنا أغير العالم، ولكن من السهولة إني أنا أغير من حالي. فلازم أبدأ بحالي عشان نقدر نغير العالم. وأنا بحكي لك يا نصيحة، كون جاهز للفرصة، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق.